وصفة من أشهر الوصفات المصرية القديمة جدا اللي كانوا بيعملوها جداتنا وأمهاتنا، وكانت لازم تبقى موجودة على الفطار أو على الغدا، هي الدقة المصري. مليانة طبعا بالقيمة الغذائية العالية قوي. كانت بتمنع جدا موضوع هشاشة العظام، وبتقوي العظام جدا لأن هي غنية بالكالسيوم، فيتامين د، فيتامين بي، وكمان فيتامين اي. بتقوي طبعا الأعصاب والنظر، ومهمة جدا. علشان كده كانوا زمان يعني عندهم صحة كويسة وعظمهم كان كويس، لكن مش زي دلوقتي. وصفة بسيطة وسهلة وتقدروا تعملوها بمنتهى البساطة والسهولة. ما تستغنوش ابدا عن الدقة المصري ان هي تكون موجودة عندكم في البيت. وتعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الطريقة. اول حاجة، في طاسة كده على النار هيكون معايا نص كوباية من الكزبرة الناشفة. طبعا بنكون منقيينها كويس جدا، وبنبتدي نديها تحميصة كده خفيفة على نار متوسطة إلى هادية، وبنقلب كده بالشكل ده. وصفة مكوناتها مش كتير، احنا بس يعني بنبتدي نعمل كده الحاجات اللي احنا هنحمصها كلها مع بعضها. بس احنا بنحط الكزبرة الأول لأنها بتبقى يعني بتبقى أنشف شوية، فعشان تطحن معانا بمنتهى السهولة. عايزة اقول لكم الدقة من الحاجات اللي طعمها لذيذ قوي قوي. تقدروا تستخدموها كمان بدل توابل البطاطس والحاجات اللي الناس بتحطها للأطفال دي، بيكون كلها ملح صيني وحاجات مضرة. عودوا الأطفال عليها، هياكلوها وهيطلبوها منكم على طول. بعد كده بنضيف نص كوباية من السوداني المحمص، ومعلقة من الكمون، وكوبايتين من السمسم. طبعا الحاجات دي كلها بتكون متنقية كويس جدا، لو فيها أي شوائب أو أي زلط أو عفار أو أي حاجة بننقيها كويس قوي. وبنبتدي نحمصهم على النار بالشكل ده. بنقلب كده كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم كده، نقدر نستبدل التوابل بتاعة البطاطس والحاجات المضرة دي بالدقة المصري. تقدروا طبعا تاكلوها مع جبنة، مع فول، مع بطاطس بيوريه، مع أي حاجة، مع أي ساندوتش. كده احنا حمصناها ووصلنا للدرجة دي، بطفي النار وابتدي اقلبها شوية، لان طبعا او بقى احطها في طبق تاني غير الطاسة علشان درجة الحرارة تبتدي تهدى. بسيبها تبرد تماما قبل ما اطحنها. وبعد كده ببتدي احطها في الكبة ونبتدي نطحن. بنضيف بقى مثلا نص معلقة من الملح، طبعا الملح بيكون حسب الرغبة. وبنضيف شطة لو حابين، لو مش حابين ما تضيفوهاش، مش أساسية. وبطحن المكونات كلها مع بعض. مهم جدا ان احنا نسيب الدقة او مكونات الدقة تبرد الاول قبل ما نطحنها، علشان ما تطلعش الزيوت بتاعتها كلها وتبتدي تتكتل مننا. بنبتدي بالشكل ده في الكبة او في المطحنة بتاعة التوابل زي ما احنا شايفين كده، لغاية لما اوصل لي ان هي تنعم معايا بالشكل ده. ببتدي طبعا اقلب كل فترة والتانية علشان التكتلات دي، واتأكد ان هي كلها اتطحنت تماما. عايزة اقول لكم طعمها وريحتها حلوة جدا جدا جدا. الناس اللي جربت الدقة المصري او اللي عارفة الدقة المصري عارفة قد ايه طعمها حلو. طبعا تقدروا تضيفوا اضافات تانية لو حابين، زعتر او اي حاجة، لكن هي الدقة المصري بتتعمل كده كده بعد ما طحناها. ريحتها عايزة اقول لكم بجد خرافية. لازم تجربوها وتكون موجودة على اي اكل او مع اي اكل بتاكلوه. طبعا كان زمان السميد والدقة والبيض المسلوق من الحاجات الشهيرة جدا على كورنيش النيل او في مصر يعني زمان. فنبتدي نرجع بقى للوصفات بتاعتنا الحلوة المغذية اللي مليانة بالقيمة الغذائية، وكمان طعمها هيكون محبب جدا لينا. بلاش التوابل بتاعت البطاطس اللي بتكون كلها ملح صيني، يعني بتشتغل شوية على المخ وفرط الحركة والحاجات دي. خلينا في الحاجات دايما الطبيعية والمغذية. بعد كده بجيب برطمان نضيف وببتدي احط الدقة بتاعتي في البرطمان. بعد ما بتحطيها كده طبعا بتكون هي باردة تماما. بعد ما بتحطيها في البرطمان بتبتدي تحطيها عادي جدا في التلاجة، وبتاخدي منها وقت ما تحبي بقى على ساندوتش، مع جبنة قريش، مع جبنة عادية، مع بيض، مع بطاطس، مع فول.
بتمشي معاكي مع اي حاجة. وعايزة اقولك انتي كمان حتى يعني من الحاجات اللي بتفتح النفس جدا وطعمها حلو قوي، ومن الحاجات المغذية جدا والمفيدة جدا للعظام. شايفين بقى جمالها؟ انا طبعا يعني وريكم شكلها بس مش قادرة اقولكوا قد ايه الريحة بتاعتها وطعمها في منتهى اللذاذة. نحفظها بقى كده في البرطمان ونبتدي نغطي البرطمان ده كويس جدا. اهم حاجة ان البرطمان بتاعنا يكون ناشف. تقدري تحطيهم في برطمان كبير او برطمانات صغيرة، لما تخلص الكمية تعملي غيرها. ما تستغنيش عنها ابدا 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 في مطبخك، من الوصفات الجميلة اللذيذة المغذية. شايفين بقى قد ايه اللذاذة؟ اللي فيها قيمة غذائية طبعا عالية جدا زي ما قلت لكم. في بعض الوصفات بيتضاف عليها حمص، يعني بيطحن معاها حمص اللي هو الحمص العادي اللي هو بتاع الاكل، مش حمص الطبخ ولا حمص الشام، لا، الحمص اللي بيتاكل. بنضيف برضو نص كوباية من الطريقة دي. طريقة سهلة جدا لذيذة وجميلة. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو تعرفوا ومين منكم بيعمل الدقة المصري او مش بتعملوها قولولي، ومستنية رأيكم في الكومنتات. اشوفكم في وصفة جديدة وفنفون مع مورا. باي باي.